لو معاك 10 ملمات صقر قريش 1980 فدي سعرها يا جماعة عامل 50,000 جنيه. أيوة زي ما بقولك كده 50,000 جنيه، بس أهم حاجة تكون صقر قريش 10 ملمات 1980. يعني محدش يقول لي يا جماعة أنا معايا 1973 10 ملمات، دي عملة متداولة وموجودة مع كل الناس. او ناس تقول لي 2 مليم 1980 صقر قريش، دي موجودة مع كل الناس. انا العملة اللي انا طالبها وسعرها عامل 50,000 جنيه 10 ملمات صقر قريش 1980، دي سعرها يا جماعة عامل 50,000 جنيه. بس قبل ما اقول لك ليه سعرها عامل 50,000 جنيه وايه المواصفات اللي فيها مخلي سعرها غالي كده، بطلب منك ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وهقول لك كمان على 4 اماكن تبيع فيهم العملة لو معاك، اللي هي عملة 10 ملمات الصقر 1980. بطلب منك ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعة. بطلب منكم يا جماعة ان انتوا تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتدعمونا بلايك وشير عشان يوصلكم كل جديد وجديد. هنقول لكم على جميع اسعار العملة النادرة والشحيحة واماكن بيعها. ويلا بينا يا جماعة دلوقتي نخش جوه ورجعنا لكم يا جماعة تاني من جديد. النهاردة هنتكلم عن 10 ملمات الصقر 1980. ايه الاسباب اللي خلت هذه العملة يوصل سعرها ل50,000 جنيه؟ حاجات كتير يا جماعة خلت العملة ديت نادرة وشحيحة ومش موجودة خالص، بسبب ان حصل فيها خط صق. العملة ديت 10 ملمات الصقر 1980 هي عملة وزنها 3.4 جرام. 3.4 جرام. القطر بتاعها 22 ملي. القطر بتاعها 22 ملي. العملة ديت اللي مخليها نادرة ومش موجودة اللي حصل فيها خطأ صق. ايه خطأ الصق اللي حصل في العملة خلى العملة ديت نادرة وشحيحة ومش موجودة؟ العملة دي تم صك منها كميات قليلة جدا، بسبب ان العملة اللي كانت متداولة ساعتها تبع منظمة وزارة الزراعة، منظمة الفاو، اللي هي بتاعت التقدم الريفية، دي اللي كانت مسكوكة في سنة 1980، وكان مفيش صقر على العملة، ولكن بالخطأ تم صك مجموعة من العملات عليها الصقر وفي الخلف بتاعها 1980. وهذه العملات ليست بالقليلة ولكن نادرة جدا، وهي دي اللي خلت العملات دي مش موجودة والناس كلها بتدور عليها، ووصلوا سعرها ل50,000 جنيه. تمام؟ دي بالنسبة ان العملات. طب العملة دي لو معايا انا ابيعها فين؟ والعملة دي لو معاك هتبيعها في 4 اماكن. اول مكان تقدر تبيع عليه العملة ان انت ممكن تبيعها على مزادات في جروبات على الفيسبوك، وهسيب لكم روابط الجروبات ديت اسفل الفيديو. تاني حاجة ممكن تبيع فيها العملة في الاماكن اللي هي في الاسواق الحرة اللي تقدر تبيع فيها العملة. وعندنا مكانين مهمين جدا في مصر تقدر تبيع فيهم سوق كبير جدا. اول سوق عندنا اللي هو سوق ديانة بجوار سينما ديانة، والسوق دهوت في شارع الألفي. السوق دهوت بيبقى في وسط البلد وبينعقد كل يوم سبت من 8 صباحا حتى 4 مساء. السوق دي لو معاكم العملة ديت تروح هناك 1000 واحد هياخدها منك. كذلك في الاسكندرية فيها سوق كبير برضو عند كافيه صيام، وفي ميامي في منطقة ميامي، وهسيب لكم العناوين بالتفصيل اسفل الفيديو. فعشان كده بطلب منكم الاشتراك في قناة اليوتيوب عشان اسيب لكم كل التفاصيل، سواء اللي هي الخاصة بالفيسبوك او خاصة بالاماكن البيع. ثالث مكان اقدر ابيعها فيه ابيع عبر المنصات الالكترونية او المتاجر الالكترونية اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وموجودة على الانترنت. زي ايه مثلا؟ عندنا موقع يسمى موقع اي باي. هذا الموقع مخصص لبيع العملات ومشهور ببيع العملات القديمة والنادرة. كذلك موقع علي اكسبريس وموقع جوميا وموقع امازون. كل هذه المواقع تقدر تبيع منها. رابع مكان ان انا اقدر ابيعها على اوليكس برضو في مخصص فيها فئة لبيع العملات القديمة والنادرة. لو انا عندي حاجة حاسس ان هي لها قيمة وغالية فبعرضها. كل اللي يهمني يا جماعة ان انا اقدر اقوله لكم ان عملة الصقر 1980 هي دي النادرة. فما فيش واحد يطلع لي في قلب الفيديو يقول لي انا معايا الصقر
1973 دي كل الناس معاها 1973 وفيها ملايين العملات، فمحدش يقول لي معايا 73 او واحد يقول لي انا معايا 2 مليم 1980. لا، انا المطلوبه 10 مليمات الصقر 1980، هي دي العمله النادره. وعشان ايه اللي مخليها نادره؟ لان كان فيها خطأ في الصرف. العمله النادره وبيوصل سعرها لمبالغ كبيره جدا زي 50,000 جنيه لان فيها خطأ في الصرف. في عملات منها قليله جدا في مصر، عشان كده هي اللي مخليه سعرها غالي جدا جدا جدا. انا كده يا جماعه انا خلصت اللي اقدر اقوله لك دلوقتي. لو انت عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وشير وتعمل لنا اعجاب بالقناه عشان كل الناس تستفيد وكل الناس العملات كلها تبدا توصل لهم. وممكن يكون انت معاك عمله جميله جدا في قلب بيتك وانت مش عارف ايه قيمتها. انا اقدر اعرفك الفتره اللي جايه ديت اسعار العملات وقيمتها وكمان اماكن بيعها. بس كل اللي انا بطلبه منك ان انت تعمل لنا اعجاب بالقناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. اما لو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.